كارم كان سامع كلام علياء مراته وصالح، حط إيده على قلبه قبل ما يقف من الصدمة، وإيده التانية كانت بتترعش بقوة وعينه اتملت بدموع، حاسس إن نفسه بيروح. خرج بسرعة من الفيلا ووقف قدام الباب، ووقف قدام العربية يتنفس بسرعة، وركب عربيته وقال للسواق على شركة المرحوم كامل بسرعة. وصل الشركة وحاول يهدي نفسه، لكن إيده زادت رعشتها. دخل المكتب وشاف ابنه والمحامي، وكان معاهم مدير الحسابات. سلم عليهم وقعد يسمع كلامهم وحساباتهم. سرح في الكلام اللي سمعه من مراته وابنه، وفاق على صوت المحامي وهو بيقول: كريم بيه، اتفضل امضي على الأوراق دي. هز راسه ومضى على الأوراق، ورجع ظهره لورا وسرح مرة تانية، وافتكر كل كلمة سمعها وجعت قلبه وانغرست جواه، وسببت له ألم كبير وصراع في عقله وقلبه. وفضل يكلم نفسه ويقول: أقول لسامر اللي سمعته وتسقط أمه وأخوه من عينيه؟ طيب افرض قلت له وعجبه كلامهم ووافقهم في اللي هيعملوه، ساعتها أنا هعمل إيه؟ وقتها إزاي هقدر أحمي ملاك منهم؟ وفي نفس الوقت هعيش إزاي بعد ما انكسرت واتصدمت بطمع ولادي ومراتي؟ فاق على صوت سامر بيناديه: بابا، بابا، في حاجة؟ بكلم حضرتك من فترة ومش بترد عليا. بص كريم حواليه ولقى اللي موجودين مشيوا. اتنهد بحزن وقال: اقعد يا سامر، عاوزك في موضوع مهم. نعم يا بابا، تحت أمر حضرتك. سامر، أنا عايز أطلب منك طلب، بس فكر كويس قبل ما ترد عليا. إيه الموضوع يا بابا؟ حضرتك قلقتني. سامر، ملك لازم تتجوز. ساعتها وقف سامر مذهول من كلام باباه. بابا، حضرتك بتقول إيه؟ ملاك؟ طب إزاي؟ حضرتك ناسي حالتها؟ ملاك غير مؤهلة في الوقت الحالي إنها تكون زوجة نهائية. اقعد الأول واسمعني. ملاك بنت جميلة وعندها فلوس ممكن تخلي أي حد يطمع فيها، وأنا يا ابني مش هعيش لها العمر كله. بعد الشر عليك يا بابا، ما تقولش كده تاني من فضلك. وبعدين أنا رحت فين؟ ملاك مسؤولة مني أنا كمان، دي في الأول وفي الآخر بنت عمي وأختي الصغيرة. ساعتها اتنهد كارم وارتاح من كلام سامر. حس إنه سامر غير صالح خالص، بس لسه جواه شوية قلق. تفتكر يا سامر هينفع نفضل قافلين عليها طول العمر؟ لازم هتخرج وتشوف الدنيا، وقلبها لسه أخضر، وسهل أي حد يضحك عليها ويستغل وضعها. وقتها بقى قولي هنتصرف إزاي؟ كان سامر باصص لأبوه وهو ساكت، وكمل كارم كلام وقال: ولنفترض إن الشخص ده حبها فعلا، يا ترى هيقدر ظروفها واللي هي فيه؟ هيقدر يستحمل تقلبات حالتها لحد إمتى؟ شهر ولا 2 ولا 3؟ ومش بعيد وقتها يرميها في مصحة. ساعتها نزلت دموعه وهو بيفتكر الكلام اللي سمعه. مصحة زيها زي الموت، ما فرقتش. وابتدت تنزل منه دموع كتير وهو بيترعش. حط ايده على صدره وهو بيحاول يتنفس. بابا، حضرتك كويس؟ اطلب لك الدكتور؟ هز كرم راسه بلأ، وسامر مسك كوباية مية كانت موجودة على المكتب. اتفضل يا بابا، اشرب مية وخد نفس، وارتاح على ما اتصل على الدكتور. كرم أخد منه الكوباية وشرب منها، والمية وقعت على هدومه بسبب رعشة إيده. وبعد ما خلص أخد سامر وقال له: اقعد يا سامر، أنا بقيت كويس. اقعد، لازم أكمل كلامي، بس حضرتك شكلك تعبان، ممكن نأجل كلامنا وقت تاني. التأجيل يا ابني هو اللي هيتعبني أكتر. أنا هبقى كويس لما أخلص اللي عندي وأسمع رأيك. قعد سامر وكمل كارم كلامه بصوت مهموم. وقتها لو خدها مصحة تحت اسم علاج، محدش هيقدر يقوله بتعمل ايه، لأنه وقتها هيكون جوزها وهيكون الوصي الشرعي عليها. تقدر تقولي التصرف ازاي وقتها؟ سامر وقتها وشه اتغير وقلبه نغزه وعقله اتشتت، مش عارف يفكر ازاي. طيب والعمل يا بابا؟ هنتصرف في المشكلة دي ازاي؟ الحل الوحيد يا ابني إن حد من دمها يكون بيحبها ويخاف عليها ويقدر يستحمل حالتها دي لحد ما يتم علاجها ويراعي ربنا فيها، هو اللي يتجوزها. وكمل كلامه
وما ادالوش فرصة للتفكير. كريم قرب منه وطبطب على كتفه وهو بيقول: وأنا مش هلاقي حد يحبها ويخاف عليها قدك يا ابني. برق سامر بعينيه من الصدمة ووشه اتغير، ووقف بسرعة وقال: ده مستحيل. هتسيبها تترمي في النار؟ انت بتقول ايه يا بابا؟ دي اختي الصغيرة، هتتبهدل يا ابني وهيتاخد حقها. وقتها انت هتكون متكتف ومش هتقدر تعمل لها حاجة، وخصوصا لما الضربة تكون من أقرب مليك. حضرتك تقصد ايه؟ مع الوقت هتفهم كل حاجة يا ابني. طيب وماما رد فعلها هيكون ايه؟ ما اعتقدش ان هي هتوافق على حاجة زي دي. ابتسم كريم بسخرية وكلم نفسه: ما تخافش، انت كده كده كنت اقتراحها في الأول، ولولا خوفها من طيبتك وحنيتك على ملاك هما اللي خلوها تفكر في صالح. واتكلم بصوت عالي وقال: ما تخافش، والدتك أنا ليا كلام معاها، عايزك تقعد مع نفسك وتفكر، والقرار اللي هتاخده أنا موافق عليه. سامر بعد ما شاف حزن والده والسخرية اللي ظهرت واضحة في نبرة صوته، حس إن الموضوع يتعدى الخوف والقلق، وإن في حاجة مخبيها عنه تخص ملاك. كريم حس إن سامر بدأ يفكر، كمل كلامه وقال: سامر، ملاك انت أكتر حد ممكن يخاف عليها. ملاك أختي الصغيرة، بخاف عليها وأحميها من نفسي لو تطلب الأمر، بس إني أتجوزها كل اللي أقدر أقولك عليه فكر كويس قوي قبل ما تديني رأيك النهائي. وخلي بالك، ممكن حد يطمع فيها وفي فلوسها، وذنبها ساعتها هيكون في رقبتنا. بابا، ليه حاسس بغموض في كلام حضرتك؟ في لغز فيه مش قادر أفهمه. رد كريم عليه بحزن وقال: فكر واديني رأيك، سواء بالموافقة أو بالرفض. خرج كريم يروح لمصنعه وساب سامر في حيرة، وهو بيسأل نفسه هيعمل إيه، ويوافق ولا يرفض. أما عند أمير اللي وصل مكتبه، وقبل ما يدخل شاف المكتب بتاع السكرتارية مليان بنات جايين عشان يقدموا على وظيفة السكرتيرة. بص عليهم بطرف عينه ومشي ناحية مكتبه، وقبل ما يدخل لفت نظره بنت قاعدة على جنب بغرور وحاطة رجل على رجل. ابتسم على شكلها وثقتها في نفسها وغرورها اللي كانوا واضحين من قعدتها. فتح باب المكتب ودخل، قلع جاكيت البدلة بتاعته وهو بيقول للمساعدة: جدول النهاردة فيه ايه؟ المقابلات الشخصية للسكرتيرة يا فندم، وبعدها حضرتك في اجتماع الساعة 2 مع وفد الشركة الفرنسية للاتفاق على الصفقة الجديدة. تمام، رتبتي ملفات المتقدمين وشفتي مين يصلح ومين لأ؟ أكيد يا فندم، والملفات قدام حضرتك بالترتيب. طيب، اطلبي لي قهوة ودخلي أول واحدة. تمام يا فندم. وابتدت البنات تدخل واحدة واحدة عشان يختبرهم، وهو منبهر من عدد الدورات والتفوق الدراسي. وبعد مناقشات وأسئلة كتير خرجت البنات واحدة ورا التانية، وولا واحدة لقاها تنفع. بص في الملف المحطوط قدامه وعرف اسم صاحبة الدور، وقال بهمس لنفسه: مدام سلوى، ومش حاطة صورة. ساعتها سمع صوت خبط على الباب. ادخل. ورفع عينه من على الملف اللي كان بيقرا فيه، لقاها نفس الست اللي شافها بره. كانت لابسة جيبة قصيرة سودا وقميص أبيض، وكانت حاطة ميك اب هادي ورقيق. شاور لها تقعد على الكرسي وهو بيقول: اتفضلي اقعدي. قعدت سلوى وهي بتعرفه عن نفسها: مدام سلوى. ساعتها أمير بص في الملف وكمل قراية. ابتسم أول ما شاف إنها أرملة، فضل يسألها وهي تجاوب عليه، وبعدها قال: أهلا بيكي معانا، ملفك رائع، تقدري تستلمي الشغل من بكرة. أنا ببقى متواجد من الساعة 9، ميعادك هيكون من الساعة 8. ودلوقتي المساعدة الموجودة هتعرفك طبيعة شغلك إيه بالظبط. ميرسي جدا لحضرتك، ووجودي هنا شيء يسعدني جدا. وشوية ودخلت المساعدة اللي طلبها أمير. تحت أمرك يا فندم. عرفي مدام سلوى طبيعة الشغل إيه، وخلي أستاذ محسن يحضر العقد الخاص بيها، وبلغي قسم المحاسبات عندنا وانهي باقي المقابلات. تحت أمرك يا فندم. اتفضلي معايا يا مدام. وبعد خروجهم فضل أمير يفكر في سلوى اللي شغلت تفكيره، وعند علياء وصالح كانوا قاعدين بيتكلموا،
وما خدوش بالهم من اللي سمعهم. صالح وهو بيكلم مامته لمح المفاتيح بتاعة العربية والفيزا كارد، فرح قوي وابتسم بمكر إن نسيهم، ومد إيده بسرعة أخدهم من غير ما أمه تاخد بالها وحطهم في جيبه، وقال لنفسه بلاش ماما تعرف هترفض إني أخدهم وساعتها هتعمل لي محاضرة. صالح، ما قلتليش هنقنع والدك إزاي بجوازك من ملاك؟ أكيد يعني حضرتك اللي هتكلميه وتقنعيه، وأنا هفكر في طريقة أقنعه بيها. وساعتها رن تليفون صالح، وكان سامي صاحبه اللي بيتصل عليه. أهلا يا سمسم، أخبار الكلية إيه النهاردة؟ السهرة عندي في البيت، بس إيه، جو نار، هيعجبك قوي. يا راجل، يعني هو قال هيجيب أسئلة من المحاضرات دي بالذات؟ ده أسئلة وأبحاث كمان، ما تتأخرش لا نسقط. لا إزاي، أكيد جاي مش هتأخر. وقفل التليفون مع صاحبه ولف لوالدته وهو بيقول لها ها يا لولا، أهو هنفذ وعدي معاكي ومع بابا، وهلتفت لمستقبلي. محاضرة مهمة أهو، وهخرج من غير الفيزا بتاعتي كمان ولا العربية عشان ألحقها، بس عشان تتأكدوا إني بتكلم جد. حبيب قلبي، أنا عايزاك أحسن واحد في الدنيا. أيوة كده، خلي بالك من كليتك عشان أتكلم مع باباك بقلب جامد. قطعت كلامها مع رنة تليفونها، وكانت صاحبتها اللي بتتصل عليها. ردت عليها وخلصوا كلام، وقفلت بسرعة معاها وبست خده وخرجت وهي بتقوله باي يا روحي، دلوقتي عندي مقابلة مهمة في النادي، لما أرجع هكلم كارم وأحاول إن أقنعه. مشيت علياء وركبت عربيتها، وصالح طلع السلم بسرعة وقابل الدادة ملاك وهي طالعة من أوضة ملاك. مشي ناحية أوضته وغير هدومه وطلع، وقبل ما ينزل السلم راح ناحية أوضة ملاك وفتح الباب بشويش وبص في الأوضة يشوفها بتعمل إيه، لحد ما عينه جت عليها وهي نايمة على السرير وحضن عروستها ورايحة في سبع نوم. آخ، مال وجمال، بس يا خسارة الحلو ما يكملش. بس أهو نعيش لنا يومين حلوين، ما يضرش برضه. وقفل الباب ونزل السلم بسرعة وركب عربيته وراح على بيت سامي. وفي بيت سامي كانت قاعدة سهى مع أصحابها. قرب منها سامي وهو بيبتسم بمكر وعيونه بتلمع، قعد جنبها وقال لها بهمس كله تمام، صالح في الطريق وشوية صغيرة وهيوصل. جهزت اللي مطلوب منك ولا في حاجة ناقصة؟ كله تمام، حتى ورقة الجواز كتبتها ومية مية، بس ايدك بقى على المعلوم، وما تنسيش الورقة هتفضل معايا لحد ما تسلميلي المبلغ اللي اتفقنا عليه كله. خرجت من شنطتها ظرف واديتهوله. دول نص المبلغ، والنص التاني بعد ما صالح يتجوزني رسم، يعني نسخة معاك ونسخة معايا. أضمن منين إنك ما تبعنيش ليه؟ كلامك صحيح، بس فهميني بقى، ليه اللفة الطويلة دي؟ ليه نخدره وما يكونش مركز عشان يمضي على الورقة العرفي؟ ما بدل كل ده ديتها ليلة حلوة ومتصورين ويتجوزك بعدها. لا طبعا، لا يمكن ده يحصل، وأفكارك دي ما تنفعش. لكن لما أروح لوالده بالورقة وأقوله إنه أقنعني ووعدني إنه فترة ويتقدم رسم، وأنا عشان بحبه وافقت، بس دلوقتي بيتهرب مني، وأهلي لو عرفوا هيموتوني، ووالده راجل حقاني وقلبه طيب، هيصمم إن ابنه يصلح غلطته ويتقدم ساعتها رسم. يا بنتي الإيه ده، انت إبليس ما يفكرش في خطتك دي. كده صالح يتجوزك غصب عنه بدل هروبه منك من آخر مرة كنتوا فيها سوا. سكتت سهى وهي بتفتكر صالح وهو بيجري ورا ملاك، ونظرته ليها وخوفها بعد ما شافت لهفته على ملاك هي اللي خلتها تفكر تسرع بالجواز منه بالطريقة دي. رحتي فين؟ بكلمك مش بتردي عليا. بقولك ايه، أنا عايزة منك طلب تاني، تسأله بشكل غير مباشر عن ملاك بنت عمه، هو بيفكر فيها وبيحبها ولا لأ؟ ملاك؟ وإيه حكاية ملاك دي كمان؟ أنا أعرف أسماء قريب، لكن ملاك دي لأ. رسيني بقى على الحوار كله وأنا وعدك أعرف لك كل حاجة من طقطق لسلام عليكم. ومين أسماء دي كمان؟
دي قريبته معانا في الدفعة، حتة بيت كريم كراميل، بس جد قوي وموس مذاكرة. جه واحد صاحبنا حب يجيبها سكة وبدأ يرخم عليها، وعشان حظه الهباب صالح كان موجود يوميها. الواد ده بات في المستشفى. وقتها صالح وقف في نص المدرج وقال دي قريبتي تخصني، وخط أحمر. لو أقولك بقى منظر الواد كان عامل إيه. بس علاقات عيلته لموا الموضوع، والعيال بقت تخاف تقعد جنبها حتى. سرحت سهى في كلامه وهي بتهمس لنفسها، لكن سامي سمعها بوضوح. ليه صالح يعمل كده؟ ممكن يكون بيحبها؟ لا خالص، ولا في دماغه. بس اللي يعرف صالح يعرف انه ما بيحبش حد يجي جنب حاجة تخصه، فما بالك قريبته بقى وفي مكانه وقدام عينه. يعني بيتعلم عليه وقت، فأخدها على كرامته يعني مش أكتر. إيه بقى حكاية ست ملاك دي؟ حكيت له كل اللي شافته الصبح في بيت صالح وخوفها من حب صالح لملاك. سامي بتفكير قال خلاص، سيبي الموضوع ده عليا،